أنا اسمي آدم، وعمري ما كنت بصدق أبدا في حاجة اسمها لعنة، وكنت بضحك لما أسمع إن في ناس بتقول إن في حاجة اسمها رسائل ملعونة، أو إن مجرد ورقة ممكن تغير حياة إنسان. ولكن اللي حصل لي خلى ضحكتي تموت للأبد. أبطالي وبطلاتي هالة والله، عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اللي حصل مع صاحب قصة النهاردة مرعب بجد، لأنه اتلعن برسالة ملعونة فضوله خلاه يقراها، ومن بعدها حياته اتدمرت. فخلينا نعرف اتلعن ازاي، وهل هيقدر يتخلص من اللعنة دي ولا لأ. ولكن في أحداث القصة، فيلا نبدأ. بسم الله. كنت شغال في مكتبة قديمة في حي شعبي هادي جوه حارة ضلمة محدش بيعدي منها غير الصبح. شغلي بسيط، أرتب الكتب، أنظف، وأوقات كده بقرأ لو لقيت وقت فاضي. وفي يوم وأنا بنظف رف قديم في آخر المكتبة لقيت ظرف شكله مش عادي، شكله كأنه قديم قوي ومقفول بشمعة أحمر. وعلى الظرف كان مكتوب بخط غريب كده: لو فتحت الرسالة دي حياتك مش هتبقى زي الأول، ولو ما فتحتهاش برضه هتندم. ضحكت وفكرت إن صاحب المكتبة بيهزر معايا، بس قلبي حس بحاجة غريبة. حسيت إن لازم أفتح الرسالة دي، وفتحتها. مفيش حاجة، رسالة فاضية عبارة بس عن ورقة بيضة ما فيهاش أي كلام. فسبتها في مكانها وقلت خلاص تهريج. بس من بعدها بدأت الحاجات الغريبة تحصل. أول ليلة بعد ما رجعت البيت سمعت صوت حد بينادي باسمي وأنا في الحمام. فتحت بسرعة وخرجت، مفيش حد. بعدها بشوية ببص في المراية لقيت وشي، ولكن ورايا في انعكاس المراية في شخص واقف. لفيت بسرعة، مفيش حد. بدأت أحس إني بتجنن. وتاني يوم وأنا في المكتبة كتاب وقع لوحده، شلته من على الأرض وببصله لقيت صفحة مكتوب فيها نفس الجملة اللي على الرسالة: لو فتحت الرسالة حياتك مش هتبقى زي الأول. بس المرة دي كانت مكتوبة بخط أحمر، وريحة الصفحة كانت عاملة زي ريحة الدم. فقررت أخلص من الظرف ده. روحت وطلعت شمعة وولعت فيه. شفت الظرف قدامي لحد ما تحول لرماد، وقلت كده خلصنا، ونمت الليلة دي عادي. بس تاني يوم أول ما دخلت المكتبة ببص اتصدمت. لقيت نفس الظرف موجود على مكتبي، نفس الكلام اللي عليه ونفس الخط. بس المرة دي كان مكتوب عليه جملة جديدة: انت اخترت. اللعبة بدأت. مش فاهم ايه اللي بيحصل. انا فتحت ورقة ولقيتها فاضية. ازاي حياتي كلها اتقلبت كده؟ كل يوم بحس اني متراقب، وكل يوم بسمع حد بينادي باسمي، وكل يوم الظرف بيرجع. ولكن اللي جاي كان الأسوأ. في يوم وانا بقفل المكتبة لقيت ظرف تاني جديد، بس المرة دي كان جوه صورتي أنا، وتحتها مكتوب: كل اللي فتح الرسالة بقى عليه الدور يختار. أختار إيه؟ أنا مش فاهم. بس من جوايا كنت حاسس إن اللي جاي هيموتني وأنا صاحي. بعد اللي حصل كنت فاكر إن الرعب خلص، لكن الرسالة كانت مجرد الباب اللي فتح لي عالم تاني، عالم ما كنتش أبدا مستعد له. بدأت أحس مع الوقت إني بتغير، شكلي مرهق وعيني تحتها سواد وجسمي كله تعبني. بس المشكلة مش في التعب، المشكلة في اللي أنا بشوفه. كل ما أنام بحلم بنفس الكابوس: مكتبة ضلمة مليانة رفوف مكسرة، والظرف دايما بيكون هناك على مكتب خشب متشقق، وكأن المكان ده كله في عالم تاني. وكل مرة كنت بروح على الظرف وافتحه كنت بلاقي جواه الصورة دي بتتغير عن كل حلم، وبيكون جواها شخص مختلف عن اللي قبليه. يعني مثلا في أول حلم كان اللي في الظرف صورة أمي، وفي التاني صاحبي كريم، وفي الحلم التالت صورتي أنا وأنا ميت. فقررت أطلب المساعدة، ورحت الراجل كبير موجود عندنا في الحتة. هو مش شيخ ولكنه بيعرف بطريقة ما
الحاجات اللي ملهاش تفسير. وكان اسم الراجل ده عم محمود. الراجل أول ما حكيت له القصة وشاف الظرف قال لي: يا ابني، الرسالة دي مكتوبة بدم ميت، دي مش رسالة، دي رباط، وانت دلوقتي مربوط بروح شريرة اسمها النائل. كل ما هتوصل الرسالة دي لحد هتسيبك وتمسك فيه، بس محدش بيتحرر من غير تمن. سألته: يعني لازم ابعت الرسالة دي لحد؟ رد عليا وهو بيبصلي بنظرة مرعبة: لازم تختار ضحية وتبعت لها الظرف بنفسك، بس خلي بالك اللي هتختاره مش هيرجع تاني. رجعت البيت وانا دمي بيغلي، اضحي بحد؟ اضحي بمين؟ وفات اسبوع والكوابيس بقت شبه يومية. بقيت اشوف ناس في الشارع من غير عيون، واطفال بيبصوا وبيضحكوا ضحك شياطين. ولما بركب الاسانسير بسمع حد بينادي باسمي من ورا المراية، ودايما في جملة بتتكرر في ودني: اختار، اختار قبل ما احنا نختار. وفي يوم دخلت اوضتي ولقيت ظرف جديد على السرير، بس المرة دي الظرف كان مفتوح وكان جواه صورة كريم. كريم صاحبي اللي وقف معايا في كل حاجة، أكتر حد بحبه بعد أهلي. وتحت الصورة كانت مكتوبة الجملة اللي كسرتني: ده اختيارك، ولو اتأخرت احنا اللي هنختار. أنا ضحي بكريم، قلبي وقع ودماغي ما بقتش قادرة تفكر. بس الظرف بقى بيظهر في كل مكان، في هدومي وحتى في الأماكن العامة. الرسالة بتطاردني، ووش كريم بقى بيظهر لي في كل كابوس. والمرة دي كان بيصرخ باسمي وبيقول: حرام عليك يا آدم، ما تعملش كده، بالله عليك. وفي لحظة ضعف مني كتبت رسالة جديدة، كتبت فيها اسم كريم وحطيت معاها صورة لنا احنا الاتنين واحنا صغيرين. واستنيت لما اتقابلت انا وهو، وحطيت الظرف في شنطته وهو مش واخد باله. وقلت في قلبي: سامحني يا صاحبي، انا مش عارف انا بعمل كده ازاي. تاني يوم كريم اختفى، موبايله مقفول ومحدش يعرف مكانه، كأن الارض اتشقت وبلعته. وانا وقتها كنت حاسس احساس مختلف، كنت حاسس كأن هم اتشال من على قلبي، وكأني اتحررت من اللي كان فيا. ولكن التحرر ده مدامش، لأن بعد يومين 2 بس وانا راجع لبيتي شفت حاجة صدمتني. لقيت ظرف موجود على باب الشقة، فرحت عليه برعب وفتحته. لقيت صورتي تاني، ولكن تحتها كان مكتوب جملة جديدة: التضحية كانت صح، ولكن اللعبة ما خلصتش، دلوقتي انت لازم تبدأها من جديد. انا كنت فاكر ان خلاص، ولكن الظرف رجع، واللعبة دي شكلها مش هتخلص. استنوني في الجزء التاني، وصدقوني النهاية هتكون أسوأ من اللي فات. لو عجبتك القصة ما تنساش اللايك والاشتراك. كان معاكم عبد العزيز أو ملك الليل، في أمان الله.